مهم. اتحاد الكرة لن يقدم استقالة جماعية. اتحاد الكرة مش هيقدم استقالة جماعية. اتحاد الكرة كل واحد دلوقتي عايز يمشي في خط لوحده. البعض اللي عايز يقدم يوم الحد الجاي دوافع جديدة وأطراف جديدة، وأنا قلت لكم هنا قبل كده وقلنا لكم قصة رد المحكمة لإرجاء الأمر شوية، كلها مسكنات، ولكن في النهاية الأمور واحدة. ولكن الخلاف على تقديم الاستقالة خلاص ما بقاش زي الأول الرغبة جماعية. يمكن واحد بس، كابتن حمادة المصري، يمكن هو اللي حاسم مصيره بشكل كبير اللي يقدم استقالة، باستثناء كده لغاية هذه اللحظة محدش حاسم أبدا استقالته. خبرنا الأخير الزمالك بيفاوض محمد عبد الشافي للعودة. محمد عبد الشافي اللي لسه طبعا عقده لسه ممتد لسنتين مقبلين طبعا، ولكن بعد ما المدير الفني السويسري ساب فرقته اتحاد جدة في السعودية وانتقل للدوري الاماراتي، وده الراجل اللي كان متمسك بيه في انباء عن رحيله، وبذلك الزمالك بدأ يتكلم فيه وتفاوض معاه من جديد للعودة للزمالك، لان طبعا في حالة استغناء النادي السعودي عن خدماته هيكون فري ترانسفير، طبعا اي نادي يحق ليه التعامل معاه، فالزمالك بيسبق وخلى شيكابالا اللي يكلمه. شيكابالا هو اللي كلم محمد عبد الشافي، وشيكابالا اللي طلب من محمد عبد الشافي العودة للزمالك في حالة الرحيل عن الدوري السعودي. عبد الشافي قال نصا لشيكابالا لسه ما عرفش مصيره ولسه ما حدش كلمني في اي حاجة. شيكابالا قال له اول ما تعرف بالظبط لازم تبلغنا انك لازم ترجع نادي الزمالك. دي كانت نهاية اخبارنا الحصرية. بعد الفاصل فقرة حوارية مميزة جدا مع واحد من الكتاب الصحفيين الكبار اللي في وجهة نظر واحد من المفكرين اللي موجودين سواء في الرياضة او في الفكر السياسي، ولكن له افكار جيدة جدا. الفترة اللي فاتت زي ما بقول لكم وقلت لكم في الانترو كان عامل مقاطعة كده، مقاطعة للاعلام، معرفش ليه. احنا رحنا له لغاية البيت وقلنا له لازم تكون معانا يا استاذ جمال. استاذ جمال عاصي هيكون معانا بعد الفاصل، هنعرف ليه كان منقطع، وبنقول له معلش احنا ازعجناك وقلنا لك تيجي، لكن هتنورنا وهتشرفنا. ابعتوا لنا كل اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك عشان نرد ونتواصل. بعد الفاصل الاستاذ جمال العاصي.